سلام الله عليكم مشاهدينا، أهلا بكم إلى عدد جديد ومتجدد من برنامجكم الأسبوعي ملتقى الشباب، البرنامج الذي يأتيكم كل سبت على قنوات التلفزيون الجزائري. حديثنا اليوم عن قطاع يهم بدرجة أولى الشباب، كما هو اسم البرنامج، قطاع التكوين المهني. التكوين النوعي إذن هي نقطة من نقاط استراتيجية الدولة للرقي بالتكوين المهني. وللتفصيل في نقطة الاستراتيجية الموضوعة من قبل الدولة، أنت عبد الإله مرين، تفضل. إذا بسم الله الرحمن الرحيم. بعد التحية والسلام، تحية إليكم أستاذي ومن خلالك كل طاقم تلفزيون جزائري. إذا صحيح، توجه الدولة في اليوم يومنا هذا أصبح توجها مباشرا وتقربا إلى الشباب المتربص من أجل رفع أولا مستوى التكوين المهني، ثانيا سهولة توجه الشاب إلى هذه المراكز. مثل ما تفضلت أستاذ، قلت بلي أنه على مستوى كل بلدية تقريبا هناك مراكز للممتهنين، وهناك معاهد تقريبا متواجدة في أماكن تقدر تقول كل دائرة فيها معهد. الهدف الأساسي من هذا أولا توفير المهنة، لأن هذا المجال اللي هو التكوين المهني أصبح مجالا أساسيا في الدفع بالعجلة الاقتصادية نحو الأمام. وهذا ما ترجمته الدولة الجزائرية من خلال تدعيم البنية التحتية والعتاد من أجل توفير تكوين كامل متكامل، ومن أجل الحصول على متخرجين ذوي كفاءة مرتفعة يلبون حاجة السوق فيما يخص مناصب الشغل. هي مشاريع راقية جدا والأمثلة موجودة معنا الآن. وللدخول التكوين المهني دورتان، يعني كيف نبسط الصورة للتسجيلات حتى أنه كيف نتقدم للتسجيلات لتبسيطها، ونحن على شهادات البكالوريا، لأنه ليست موجهة لراسبين في البكالوريا فقط. تفضل عبد الإله. نعم أستاذ، فيما يخص فقط تعقيبا على ما قاله الزملاء، فيما يخص المجال الابتكار، صراحة وزارة التكوين والتعليم المهنيين مشات مع توجه الدولة فيما يخص مجال الابتكار من خلال خلق الفضاءات. وأنا بصفتي منظم في مخيم رواد المهن، ما لاحظناه والتمسناه من خلال احتكاكنا مع هؤلاء الشباب المتكونين على مستوى المعاهد والمراكز، عندهم إرادة كبيرة وقوية وعندهم أفكار. على سبيل المثال كان شباب من ولاية تيارت عندهم ابتكار من أجل استعمال إعادة رسكالة البلاستيك واستعماله في عملية الطباعة ثلاثية الأبعاد. في ولاية وهران هناك من صنع بروتوكولات لأدوية. الزملاء الحاضرين معنا راحوا الجانب الرقمنة. يعني اليوم الذهنية ولا منهجية التكوين ليست مثل ما سبق، ليست فقط تتكون من أجل البحث عن الوظيفة، بل أنت تصبح صانع للثروة وصانع للوظيفة. وصراحة في الواقع المعاش كان عدة نماذج ناجحة تحصلوا على التكوين، عرفوا كيفاش يستغلوا هذا التكوين، لأنه التكوين يعطيك الأساسيات والباقي يبقى عليك أنت، والإيمان بالنفس صح. والفكر مقاولاتي. يمكنك أن تخلق فكرة مبتكرة تسوقها للسوق وتتقدم. فيما يخص مستوى التسجيل على مستوى المعاهد، ليس مقتصرا فقط على من لم يحالفه الحظ في النجاح في شهادة البكالوريا، بل بالعكس هناك جامعيين أنهوا دراستهم وتوجهوا نحو المعاهد، وهناك من يتحصل على شهادة البكالوريا ويرى أن هذا التخصص الذي يريده في الحياة التطبيقية والعملية متواجد على مستوى المعاهد يتوجه إليه. إضافة إلى ذلك، اليوم التكوين ما راحش كما الماضي. علاش؟ لأنه أصبح احنا لما احتكنا مع الشباب، المطلب الأول والأساسي اللي لاحظوا فيه